ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده عملت مكرونه اللازانيا، بس عايزه اقول لكم جميله قوي، تحفه جدا، كمان لونها جميل قوي والطعم حكايه، بجد روعه جدا. هنا اول حاجه معايا طبعا هنزل في طاسه مكعب زبده بلدي او سمنه بلدي المتاح عندك. طبعا نص كيلو لحمه مفرومه هنزل كده. طبعا في ناس بينزلوا بالبصل الاول وفي ناس بينزلوا باللحمه الاول، بس انا هنزل باللحمه المفرومه عشان لما تنزل السوائل بتاعتها والميه وتشربها هنزل بالبصل بتاعي. يعني انا مجهزه البصل مكعبات وفلفل اخضر مكعبات وطماطمايه مكعبات. طبعا هنا انا في صلصه بعملها بغليها على البوتاجاز بس كده بمعلقه سكر وخلصنا على كده، عشان برضو هحتاجها معايا لما اجي احط. بصوا اول ما شربت الميه بتاعتها نزلت بالبصل طبعا وبقلب، والنار في الوقت ده تكون وسط عشان عايزه البصل معايا يدبل. طبعا فلفل ابيض مطحون رشيت كده وهقلب. طبعا لازم تجهزي تكوني صلصه جنبك عشان طبعا هنعملها، هنحتاجها معانا في اللازانيا. إيه، هنزل كده برشه ملح وحبتين توم كده قطعتهم ناعم وهقلب. وهبصوا نزلت بالطماطم، طماطمية واحدة وقطعتها مكعبات، وهنزل بالفلفل الأخضر، وكمان لو فلفل ألوان هتبقى تحفة جدا. إيه بس أنا ما كانش موجود عندي. إيه طبعا إيه روزماري مطحون، حبهان مطحون، بصل بودر، توم بودر، وسبع بهارات. تمام، وكزبرة وكمون. البهارات اللي انت بتحبيها ضيفيها في اللحمة بتاعتك. وهنزل برضو برشة بابريكا في الآخر، طبعا نسيتها بس هنزل بيها في الآخر. هقلب طبعا الصلصة اللي أنا بسبكها، هاخد معلقة واحدة بس وهقلب. بصوا هرش كده بابريكا فيها. لو عندك جزر برضو ممكن تحطي ابشري جزرة وابشري كوسة وبرضو تضيفيها مع اللحمة المفرومة، هتبقى جميلة أوي تقلبيها. هنا طبعا هنعمل صوص البشاميل. هنا عندك حليب طبعا، وهنزل بكيس أو كيسين من خلطة البشاميل وهقلب كده. طبعا أنا لسه طافية البوتاجاز مش مولعة خالص. وهنزل بفلفل أبيض كده عشان مش عايزاه أسمر، وبصل بودر وتوم بودر. مش هنزل بأي حاجة إن هي خلطة البشاميل أصلا فيها توابل، بس أنا بحب أنزل بالفلفل أسمر أو أبيض الموجود عندك، عشان بس إيه ريحة اللبن وكده. وهقلب كده خلاص كده، ولعت البوتاجاز والنار وسط، وهستمر في التقليب طبعا على طول عشان ما تكلكعش مني. تمام كده، اول ما يتقل معانا عادي زي كده بتعملي صوص البشاميل، وممكن كمان تعمليها بدقيق بس، يعني مش شرطش ان هي خلطة البشاميل. اعملي خلطة البشاميل العادية اللي انت بتعمليها للمكرونة بشاميل. طبعا هي دي المكرونة اللازانيا. بصوا في منها الدوائر وفي منها اللي هي العريضة، بس انا حبيت المرة دي ان انا اجيب الدوائر. هي غالية شوية بس عايزة اقول لكم جميلة قوي طعمها حلو. كمان هنا حبايب قلبي قبل ما احط صوص البشاميل المفروض ادهن الصينية بتاعتي عشان لزقت مني. فانتي قبل ما تحطي صوص البشاميل في الصينية ادهني بمكعب زبدة او سمنة، ادهني الصينية بتاعتك زي ما بنعمل البشاميل كده. وطبعا بصوا انا جبت طبق طبعا و... وهملي واحدة واحدة كده مكروناية
وهرصها عادي. كمان لو عندك صينية بايركس جميلة قوي، صينية البايركس بجد حلوة، يعني مش تلزق ولا اي حاجة، من غير دهن ولا اي حاجة. بس طبعا انا مش عندي البايركس، فعملت عادي في اي صينية. وكان لازم ان انا ادهنها، بس انا نسيت صدقوني، كان ابني لهيني كده، فنسيت ان انا ادهن الصينية. فانتوا ما تعملوش زيي، ادهنوا الصينية قبل ما تحطي صوص البشاميل، زي ما بتعملي المكرونة البشاميل. طبعا قبل ما بنحط صوص البشاميل بندهن الصينية. بس كده. طبعا هترصي كده. وطبعا بصوا الصلصة اللي قلت لكم هنحتاجها، انا كده ضفت معلقة من فوق عليهم برضو حبات صوص بشاميل من فوق كده. كده طبعا لازم تتكيها كده عشان تتشرب من تحت. تمام، بورقة فويل، وهكون مسخنة الفرن وهدخلها الفرن. بعد ما خرجت من الفرن بصوا لزقت كده، عشان انا طبعا زي ما قلت لكم نسيت ان انا ادهنها زيت او سمنة او مكعب زبدة. طبعا هنا اخر حاجة هحطها جبنة موزاريلا. تمام، وتحت الشواية، ده بعد ما استوت طبعا المكرونة بتاعتي. بصوا الصوص البشاميل ده كله جبنة سايحة. بصوا ازاي، عايزة اقول لكم جميلة أوي، طعمها خفيف جدا، بجد روعة جدا. عجبت ولادي جدا، بس يا خسارة بصوا لزقت مني من تحت. يعني هي لولا ما لزقت كانت هتطلع بصوا متساوية والصباع بصباعه يعني. بس طبعا انتوا دهنوا الصينية قبل ما تعملوها، اوعوا تنسوا الحتة دي. ان عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي، لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة ام كراس يشترك. عاملين لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد روعة، بصوا الطعم حكاية بجد. بصوا المكرونة اللازانيا دي طعمها تحفة بجد. بجد أخف من المكرونة البشاميل بكتير، خفيفة جدا، بجد طعمها عسل جدا. ممكن تعمليها برضو بشاورمة الفراخ، اعمليها بأي حاجة. بصوا الجبنة الموزاريلا كده سايحة ونايحة، وعايزة أقول لكم واخدة لون كمان، بجد تحفة جدا. لو تلاحظوا كده. ايه رأيكم؟ بجد جميل. اشوفكم على خير، نشوف فيديو جديد. باي باي.